Hello everyone, welcome to my channel. Today I'm gonna tell you 15 important words that you will use in your daily life. So let's get into it. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة هنتعلم 50 كلمة إنجليزية هامة جدا بتتكرر بشكل يومي في الحياة اليومية أو المواقف اليومية أو المحادثات اليومية. عشان كده قسمتها على سبع فئات عشان يكون العملية سهلة. أول فئة عندنا هي فئة التحيات أو greetings، أو الحاجات اللي بتختص بالتحية أو بتيجي بعد التحية أو المحادثات اليومية. أول كلمة معانا وهي كلمة hello. hello hello how are you. hello how are you. أهلا، كيف حالك. hello يعني أهلا أو مرحبا. goodbye 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 مع السلامة أو إلى اللقاء. goodbye see you tomorrow. goodbye see you tomorrow يعني مع السلامة أشوفك بكرة. please 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 help me. please help me. please يعني من فضلك أو بعد إذنك. please help me. رابع كلمة thank you. thank you يعني أشكرك أو شكرا لك. thank you so much. thank you so much شكرا جزيلا أو شكرا كثيرا. sorry sorry كلمة بقولها لما بكون بعتذر، عفوا أو آسف. sorry I'm late. sorry I'm late يعني عفوا أنا متأخر. yes yes كلمة بتقولها لما بتوافق على حاجة. yes I understand يعني نعم أنا أفهم. yes I understand. no 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 thank you يعني لأ شكرا. no. ندخل على الفئة اللي بعدها الوقت أو timing أو time. today today يعني اليوم أو النهاردة. I'm busy today يعني أنا مشغول اليوم. يعني ممكن أدمج ما بين الكلمتين دول وأقول أنت مثلا بتدعوني مثلا إن أنا أحضر معاك موعد غداء مثلا على سبيل المثال، فأنا قلت لك no thank you I'm busy today يعني لأ شكرا ليك أنا مشغول النهاردة. tomorrow tomorrow يعني غدا. see you tomorrow يعني أراك غدا. yesterday yesterday I was tired yesterday يعني أنا كنت متعب امبارح أو أمس. I was tired yesterday. now now يعني الآن. I need help now يعني أنا محتاج مساعدة دلوقتي. later 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 يعني لاحقا أو بعدين. I will call you later. I will call you later يعني أنا هكلمك بعدين أو هتصل بيك بعدين. morning morning يعني الصبح أو الصباح. good morning يعني صباح الخير. night الليل. night الليل. good night يعني تصبح على خير. good night. بعد كده هننقل على الأماكن places.
home يعني المنزل. home home. I'm going home. I'm going home يعني أنا ذاهب إلى المنزل أو أنا عائد إلى المنزل. I'm going home. work work يعني العمل أو الشغل. I'm at work. I'm at work يعني أنا في العمل أو في الشغل. school school يعني المدرسة. The school is near. The school is near يعني المدرسة قريبة. hospital 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 يعني مستشفى أو مشفى. I'm going to the hospital يعني أنا ذاهب إلى المستشفى. market 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 يعني السوق. I'm at the market يعني أنا في السوق. street street street. You will stress the double E after the R. street بتضغط على الإي لأن هي دبل إي. which street is this? which street is this? نفترض إن أنت تايه في مكان ما وبتسأل الشارع ده شارع إيه؟ which street is this? أي شارع هذا؟ office office double F office يعني مكتب. I'm in the office يعني أنا في المكتب. I'm in the office أنا في المكتب. ننتقل على المشاعر أو feelings. أول كلمة معانا هي happy happy happy. I'm so happy. I'm so happy يعني أنا مبسوط جدا أو أنا سعيد جدا. sad 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 يعني حزين. Why are you sad? Why are you sad يعني ليه أنت حزين أو زعلان. رابع كلمة معانا وهي tired tired. ولازم نفرق ما بين tire و tired لأن tire هي عجلة العربية لكن tired متعب أو مرهق. I'm very tired يعني أنا مرهق جدا أو تعبان. hungry 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 يعني جعان أو جائع. I'm hungry let's eat. I'm hungry let's eat. angry 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 يعني غاضب أو متنرفز. angry don't be angry يعني ما تتنرفز أو ما تغضبش. don't be angry. وهنا في تشابه أو tongue twist ما بين angry و hungry. hungry يعني جائع angry يعني غاضب. afraid 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 raid afraid يعني ايه afraid afraid يعني خائف. I'm not afraid I'm not afraid يعني أنا مش خائف. I'm not afraid anymore يعني أنا مش خائف تاني أو مجددا. afraid fine
fine يعني كويس أو بخير. I'm fine thanks. لما اجي اقول لك مثلا زي ايه how are you، فانت ترد عليا وتقول لي I'm fine thanks، يعني انا بخير او انا كويس شكرا. بعد كده هننتقل على شوية افعال هامة او verbs important verbs. go طبعا ده في الانفينيتيف او التصريف الاول للافعال. احنا مش عايزين نتعمق في التصريفات الخاصة بالافعال، احنا بس دلوقتي عايزين نتعرف على الافعال بشكل عام ومبسط. go go يعني اذهب او يذهب. let's go يعني يلا بينا او يلا نذهب. come come يعني تعالى او يجي، هو ذات نفسه يجي. come here please come here please يعني تعالى هنا من فضلك. eat eat let's eat together يعني يلا نأكل مع بعض. eat يعني يأكل. let's eat together. drink 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 يعني يشرب. I'm drinking some tea right now. drink some water يعني اشرب شوية مية. sleep 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 يعني ينام. I need to sleep. I'm feel very tired. I need to sleep. I'm very tired. I need to sleep يعني أنا متعب جدا أحتاج إن أنا أنام. buy buy يعني يشتري. I want to buy this. I want to buy this يعني أنا عايز أشتري ده. ولازم نفرق ما بين لازم نفرق ما بين buy و buy. buy اللي قدامنا دي يعني يشتري، إنما buy بالبي التقيلة اللي هي بي اي اي يعني فطيرة. I want to buy I want to buy يعني ايه I want to buy يعني انا عايز اشتري فطيرة. ودي جملة من جمل التانج تويستر. التانج تويستر اللي هي بالعربي ذلات اللسان، او عاملة شبه ايه زي الجمل اللي هي بتاعت ارنب انور في منور ارنبنا والكلام ده. احنا لازم نفرق هنا برضو ما بين want و need. want يعني عايز، عندي الرغبة او عايز اعمل حاجة. I want to buy this يعني انا عايز اشتري ده. غير لما اجي اقول I need to buy this يعني ايه I need to buy this يعني انا محتاج اشتري ده. في فرق ما بين الحاجة وان انا اكون يعني ان انا اكون محتاج او اكون عايز. I want دي حاجة انا عايزها بارادتي مش مجبر عليها مثلا، لكن need بتكون في الحاجات اللي انت بتكون مجبر عليها. يعني I need to sleep انا مش قادر عايز انام خلاص، اللي هو حاجة يعني الفرق ما بين need want اللي هو عايز او محتاج. help help يعني يساعد. can you help me can you help me هل يمكنك مساعدتي. help help. the next word is no no. the K is silent. الكي هنا ما بتتنطقش. no no
لكن هي بتأثر. انا ما جيتش قلت now. no 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 يعني يعرف. I don't know يعني انا لا اعرف. when you ask me about something that I don't know، يعني لما تسألني على حاجة أنا مش عارفها هقول لك I don't know. want يعني عايز أو يريد. I want some coffee. I want some coffee يعني أنا عايز حبة قهوة. I want a cup of coffee يعني أنا عايز فنجان قهوة. like حط بقى لايك. قلتها لك 3 مرات، اعمل ايه تاني؟ حط لايك وكومنت بقى وسبسكرايب وروق عليا كده. لايك يعني يحب او يعجب. بجد لو انت الفيديو ده عجبك حط لايك، يعني لو ما عجبكش حط ديسلايك، رأيك وانت حر فيه. like I like this place يعني انا بحب المكان ده. I like this place. The next category is أشخاص أو people أو persons. أول كلمة عندنا في الفئة دي هي friend. friend يعني صديق أو صاحب. He is my best friend. He is my best friend. اعمل بقى شير للفيديو ده، شير الفيديو ده للصديق اللي بتحبه، صديقك المفضل. He is my best friend يعني هو ده هو صديقي المفضل. ممكن برضو لو انا عايز اقول هي صديقتي المفضلة يبقى she is my best friend. She is my best friend. He is my best friend يعني هو صديقي المفضل. She is my best friend يعني هي صديقتي المفضلة. family that mean in Arabic عائلة. I love my family. أبوك وأمك وأخواتك وعماتك aunts and uncles like this. family يعني أسرة أو عيلة. I love my family يعني أنا بحب عيلتي. The next word is man. يعني رجل وجمعها من بالإي. بشيل الإي أحط مكانها إي. man يعني راجل. That man is tall. لما تشوف واحد طويل جدا طوله معدي ال2 متر زي الشناوي كده. That man is tall يعني هذا الرجل طويل. That man is tall. That man is short يعني هذا الرجل قصير. الكلمة اللي بعد كده woman. حطيت قبل man حطيت قبليها woman نفس النطق. man woman يعني امرأة أو سيدة. That woman is kind. يعني هذه المرأة جيدة أو يعني زي ما نقوله كده ايه محترمة. يعني مش بمعنى محترمة بالظبط، اللي هو kind يعني مؤدب أو مهذب. That woman is kind يعني صفة كويسة. That woman is kind. عكسها بقى that woman is rude يعني عكس مؤدب، اللي هو شخص بجح بمعنى أصح. That woman is kind and that woman is rude. يبقى نقدروا نفرقوا ما بين man woman. وجمع woman هو women. نفس جمع الرجال بس حطيت
قبليه وو woman. وطريقة الربط دي اللي أنا بتعامل بيها بتكون من أحسن طرق في تعلم اللغات اللي بتكون جديدة، لأن هي بتعمل لك حلقة ربط أو حلقة وصل ما بين الكلمات وبعضها. فلو نسيت حاجة بتفتكرها عن طريق الحاجة التانية. يعني أنا لو نسيت woman هفتكرها عن طريق man، لو افتكرت man عارف إن أنا هحط قبليه wo يبقى woman. دي طريقة يعني أنا بستخدمها شخصيا وجميلة جدا، يعني يا ريت نهتم بيها أو نلاحظ الفروقات ما بين الكلمات وبعضها، زي want و need، وعندنا دلوقتي man woman women women. So next word is child. child child which is mean طفل، عيل صغير. child. The child is happy. The child is happy. لو لاحظت أنا بربط في كل الجمل بكلمات من اللي أنت خدتها في السلايدات اللي كانت موجودة قبل كده أو الكاتيجوريز اللي كانت موجودة قبل كده. child. This child is happy. يعني هذا الطفل سعيد أو فرحان. doctor 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 زي العربي بالظبط، يعني دكتور او طبيب، لان اصلا دكتور دي مش كلمة عربية، لكن طبيب هي المعنى العربي بتاعت دكتور. The doctor is here. الدكتور هنا او متواجد معانا. The doctor is here. The doctor is there. يعني الدكتور هناك. في فرق برضو ما بين here و there. here يعني هنا، there يعني هناك. دول اللي عايزك تعرفهم، عشان في these و those للجمع، وفي حاجات للجمع القريب والجمع البعيد وموال كبير هنتكلم فيه بعد كده، مش عايزين نلخبط الدنيا. بعد كده هننقل على الكاتيجوري بتاعت أشياء أو things. So the first word is أول كلمة money. money. مين ما بيحبش الماني؟ I have no money يعني أنا معيش فلوس. money. وممكن لو أنا عايز أقول معيش فلوس بجملة من ليفل بعد كده، يعني هنعرف إن في كلمة اسمها I'm broke. I'm broke يعني أنا معيش فلوس، نفس المعنى. broke يعني مكسور، لكن هي لما بتيجي I'm broke بتيجي في اختصار لان انا معيش فلوس. يعني زي اللغة السلانج او الدرجة، لما هتقابل اي حد امريكي مش هيقولك I have no money، هيقولك I'm broke ويشدلك في جيوبه. phone. phone. phone يعني هاتف او تليفون، موبايل المحمول. لان تليفون هو التليفون بتاع الخط الارضي اللي هو اللاند لاين. لاند لاين تليفون ده اللي هو التليفون بتاع الخط الارضي، لكن فون هو الهاتف او المحمول اللي احنا بنشيله في ايدينا. سمارت فون بقى هو ايه؟ السمارت فون هو التليفون الذكي اللي هو التاتش او السمارت اللي فيه فيوتشر سمارت، لكن فون ممكن تتقال على السمارت وعلى التليفون ابو زراير اللي مفيش اجمل منه يعني. where is my phone يعني فين تليفوني. where is my phone. where is my phone. ولازم هنا نفرق ما بين phone ونمبر. يعني انت لو قابلت موزة جميلة كده حلوة في الشارع وعايز تقول لها give me your ايه بقى، هقول لها give me your phone، هتفتكرك حرامي وهتديك بالشنطة في وشك. لا، تقول give me your number please، يعني اديني رقمك لو سمحتي. بص يا باشا بسلك لك السكة اهو بالانجليزي، انت بقى روح. فون. فون يعني موبايل او تليفون، لكن number يعني رقم. water. 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 في فرق ما بين water water. دي فرق في التانكس او اللهجات. water water water. water دي بالبريتش، water بالامريكان. احنا هنخلينا في water water، ناشف كده وانت بتقولها.
can I have some water? Can I have some water? water دي امريكان، كلمة اصلا مش باينة داخلة في بعضها، فاحنا الامريكان حاجة فيه بتتخطف، فاحنا خلينا في البريتش. الواحد عايز ينام والله مش قادر، هسجل الفيديو ده بالعافية. food 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 يعني طعام. لما تبقى كده في بلد اجنبي ومش لاقي تاكل، روح بس قول لهم food food. the food is great. بعد ما ياكلوك بقى تقول لهم ايه؟ طعام جيد. طبعا بهزر يعني، انت مش هتروح تشحت يعني. food مش هتعيش عالة يعني على اخر الزمن. food يعني طعام. the food is great. the food is great يعني الطعام جيد. car كأنها كي. car. this is my car. لما ربنا يكرمك هيبقى معاك عربية، تقول this is my car. don't touch my car. دي عربيتي، ما تمسكش عربيتي، ما تلمس عربيتي. time، ما خلاص بقى، ما انت اتغنيت بقى ومحدش قدك. time، وبعد كده بعد ما تتغني تعمل لي unfollow، انا عارف. time يعني الوقت. time اللي مفيش اهم منه. time. what time is it? what time is it يعني الساعة كام. what time is it. كده انت كملت ال50 كلمة، معاك الجايد الكامل بتاع ال50 كلمة، ومعاك شوية sentences عليها او جمل تتدرب عليها. الجمل دي هتفيدك جدا في حياتك اليومية، سواء انت كنت متواجد في بلد عربي او متواجد في بلد غربي. الجمل دي هتفيدك جدا في حياتك اليومية. الجمل دي مهمة جدا، من البيسكس او الاساسيات الخاصة باللغة الانجليزية. الكلمات دي لو ألميت بيها وألميت بكلمات تانية مشابهة ليها، هتبتدي ان انت يبقى عندك سهولة في الكوميونيكيشن او التواصل باللغة الإنجليزية. وإحنا بنتعلم لغة ليه؟ عشان في الأول وفي الآخر نتواصل، مش عشان مثلا امتحانات مثلا أو فترة دراسية وبتعدي. لا، خلي اللغة دي شيء مهم في حياتك، لأن اللغة دي هي الكوميونيكيشن ما بينك وما بين الكوميونتي اللي انت موجود فيه او المجتمع اللي انت موجود فيه، سواء يعني انت كنت متواجد في مجتمع بيتكلم اللغة دي او ما بيتكلمش اللغة دي. فانت لو انت موجود في مجتمع ما بيتكلمش اللغة دي، فانت هتكون مميز عن اقرانك او الناس اللي حواليك. لو انت متواجد في مجتمع بيتكلم اللغة دي، فده برضو هيميزك. اول حاجة تعملها تراجع الكلمات بشكل يومي وتكتبها write it down and عشان السبيل طبعا، وتراجع دايما السبيل قبل ما تكتب، يعني تراجع النطق الخاص بيها. تراجع الكلمات اللي انت بتنساها بشكل يومي. خليها مثلا كلمات ال50 كلمة دول يجوا في ورقة، ممكن تحطهم قدامك على المكتب او في اي مكان انت بتكون متواجد فيه دايما، عشان تبتدي وانت رايح وانت راجع الكلمات تبقى في وشك او في عينك فتراجعها. زي مثلا ممكن لو انت بتحب الاكل تحط الكلمات دي على باب التلاجة، فوانت رايح بالليل كده تلعب في التلاجة تلاقي ايه؟ تلاقي الكلمات في وشك فتفتكر. استخدمها في كلامك اليومي، يعني حاول تدخلها في حياتك اليومية بأي شكل من الأشكال. ممكن يعني تحاول رول بلاي مع أي حد في البيت عندك أو مع صديق ليك. يعني إيه رول بلاي؟ يعني لعب الأدوار، أو تخلي في حد معاك بيشترك في الأمر، عشان ده بيسهل التعلم وبيخليك ما تزهقش يعني. اتمنى ان انتوا تكرروا الكلمات دي وتحفظوها على مدار الاسبوع. الموضوع سهل مش صعب، واللغة الانجليزية تعلمها سهل وتعلمها مفيد جدا، لان اللغة الانجليزية هي تعتبر اللغة الاولى حوالين العالم اللي بتتكلم بيها غالبية الشعوب. مفيش شعب حوالين
العالم ما بيعرفش لغة إنجليزية أو ما بيتكلمش لغة إنجليزية، سواء كان دول غربية، دول شرقية، دول البحر المتوسط، أو حتى يا أخي ده في الكونغو بيتكلموا إنجليزي، يعني صباح الفل. أنت فين؟ اللغة الإنجليزية مهمة جدا. أتمنى إن الفيديو يكون فاتكم وما كنتش طولت عليكم، تقريبا الفيديو داخل في نص ساعة. بس أتمنى إن انتوا استفدتوا بالفيديو، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وابعت الفيديو لشخص لعله يستفاد من الفيديو ده. وسلام. See you next video. Thank you so much for your time. بشكركم على وقتكم. سلام.